السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل الكوفية دي. النقشة اللي في الكوفية دي مكونة من عدة ضفاير أمامية وضفاير خلفية. ولو أول مرة تعملوا الضفاير أنا هعلمكم هنا برضو الفيديو ده ازاي تعملوا ضفيرة أمامية وضفيرة خلفية. الضفيرة اللي هنا مكونة من 4 غرز. أول حاجة النقشة بتاعتنا مكررة من 12 غرزة، التكرار بتاعها عبارة عن 12 غرزة، بس عشان التكرار بتاعنا يبان والضفاير بتاعتنا تبان لازم على الأقل نكررها مرتين بس، يعني أقل حاجة مرتين. أنا هنا في السامبل دي مكررها لكم مرتين، يعني 12 و12 24 غرزة. انتوا ممكن تستخدموا النقشة دي في حاجات كتير، ممكن تكملوها كوفية طويلة 1.5 متر مثلا، ممكن تعمليها قطعة دائرية وتبقى كوفية حوالين الرقبة، ممكن تستخدميها في الطواقي. انا ان شاء الله هنزل فيديو قريب عن طاقية تريكو هتبقى سادة، المقاس الحريمي بتاعها هيبقى 60 غرزة. لو حسبتي 60 على 12 اللي هو التكرار بتاعنا بتاع النقشة دي، هتلاقي احنا هنكررها 5 مرات، يعني هي هتنفع كويس قوي ومظبوطة جدا على الكوفية الطاقية اللي هنعملها مع بعض. تمام، اول حاجة قبل ما نبدأ لازم نفهم انا عاملة ايه، لان هي عباره عن يعني ضفاير اماميه وضفاير خلفيه وغرز عدله، فهتتلخبطي لو بداتي على طول معايا، فحاولوا تستحملوني شويه في الشرح بتاع السامبل وازاي نعمل النقشه دي. وانا عامله لكم هنا برده على ورقه للناس اللي بتحب تمشي مع الباترن. انا مكرره في السامبل ده، عامله كام غرزه؟ عامله 28 غرزه. ليه؟ لان انا مكرره النقشه مرتين، 12 و12 يبقى 24، وعامله هنا وهنا غرزتين وغرزتين. اوكي، ليه عامله الغرزتين دول؟ علشان اخلي الكوفيه بتاعتي الايدج بتاعها شكله نظيف، يعني لان لو ما عملتش الايدج ده اللي هو الحرف ده هتلاقيها مالت كده من على الجوانب، فانا عامله ده عشان يمسكها كده. المهم ال 24 غرزه في النص اللي هو عباره عن تكرارين من النقشه، مكونين من غرز عدله في الوش وفي الظهر غرز مقلوبه. تمام، يعني في الوش غرز عدله، في الظهر غرز مقلوبه، لكن الغرزتين اللي على الجنب مكونين من غرز عدله سواء في الوش او في الظهر. تمام، يعني هنا هتلاقيها مكونه من غرز عدله، ولما نشتغل على الظهر هنشتغل هنا غرزتين عدلين والباقي كله غرز مقلوبه. اوكي، لما نيجي اقول لكم يعني ايه هتشتغلوا صفوف عاديه، انا في اول النقشه خالص هشتغل 4 صفوف عاديه. صف الوش هيتحسب صف، بعد كده ظهر، وبعد كده وش، وبعد كده ظهر، يبقى كده عندي 4 صفوف، وش ظهر وش ظهر. لما نيجي نبدا من سطر البدايه هنشتغل 4 صفوف. الصف الواحد بتاع الوش هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كله غرز عدله. ولما نيجي نقلبها كده عشان يبقى عندي الصف بتاع الظهر، هيبقى عندي هنا 2 بس غرزه عدله والباقي كله يعني غرز مقلوبه، لحد ما نوصل لاخر غرزتين هيبقوا عدلين، يعني الاثنين دول بس هيبقوا عدلين والباقي كله هنشتغلوا غرز مقلوبه. فلما اجي اقول لكم احنا هنشتغل 4 صفوف عاديه في بدايه الكوفيه، معناها ان احنا هنشتغل وش ظهر وش ظهر، وهننتهي عند الوش بتاعنا عشان نبدا النقشه. النقشه بتاعتي دي انا حاطه لكم اهو، انا حاسباها اهو 4 صفوف عاديه، وش ظهر وش ظهر عشان بس ما تتلخبطوش، وهننتهي عند الوش عشان نعمل الضفيره بتاعتنا. النقشه بتاعت الضفيره بتاعتنا مكونه من 5 صفوف. هنشتغلهم ازاي؟ وش اللي هي النقشه نفسها، ظهر وش ظهر وش. اهم صفين هو الصفين دول اللي هما الاول والخامس، اللي هو اللي انا رسميهم بالشكل ده، الاول والخامس. ال3 صفوف اللي في النص هتبقى صفوف عاديه زي ما قلت لكم ازاي نعملها، وهوريكم ازاي واحنا بنشتغل. اهم صف الاول والاخر اللي هو الخامس، الصفين دول هيبقوا صفوف وش. المهم ما علينا، يعني كده كده هوضح لكم الموضوع ده. الخطوط دي انا في النقشه عباره عن غرز عدله عشان بس تفهموا. النقشه بتاعتنا اول صف فيها من ال5 صفوف، انا هشرح لكم هنا ال12 غرزه بس. التكرار الاول هيبقى عباره عن ضفيره خلفيه مكونه من 4 غرز، بعد كده 4 غرز عدلين، بعد كده ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز، وكده خلصنا التكرار بتاعنا، وتكرريه زي ما انت عايزه. بعد ما نخلص ده هنشتغل 3 صفوف عاديه، بعد كده هنوصل للصف الخامس هنشتغل غرزتين عدلين اهم، بعد كده ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز، ضفيره خلفيه مكونه من 4 غرز، بعد كده غرزتين عدلين. هو ده التكرار بتاعنا. لو حسبتيهم هتلاقيهم 12 غرزه، وهتكرريهم بطول الكوفيه او الحجم اللي انت عايزاه. انا كده هحط لكم ستيتش ماركر في البدايه وفي اول وفي اخرها عشان تبقوا عارفين ان احنا خلصنا التكرار بتاعنا. عشان نقدر نعيد تاني النقشه بتاعتنا بطول الكوفيه في الطول اللي احنا عايزينه،
اللي هو مكون من 5 صفوف هنشتغل 3 صفوف عاديه، وبعد كده نبدا تاني من الصف الاول بتاع النقشه ونكمل ال5 صفوف بتوعنا. ارجو ان انا ما اكونش لخبطتكم، ونبدا مع بعض. هي عباره عن اسمها بالانجلش ارشد كيبلز، ده اسمها بالانجلش، معرفش صح اسمها بالعربي، ابحث عنها واقولها لكم. المهم تجاهلوا كل ده بقى ونبدا كاننا هنبدا من سطر البدايه. في حاجه مهمه عايزه اقولها لكم قبل ما نبدا. الايدج بتاعنا، الحرف، ناس كتير اشتكت ان الحرف بتاعهم شكله مش لطيف والغرز بتاعته واسعه. لو عايزين تعملوا الخطوه دي اعملوها، انا نفسي هعملها وبعملها على طول في الشغل بتاعي، عشان الايدج بتاعكم يبقى عباره عن سبعات نضيفه كده، شايفين؟ مش مكلكع. في حركه هنعملها في الاول في الوش بتاعنا، في اول غرزه في الوش واول غرزه في الظهر. هنعمل ايه؟ هنسحب الغرزه الاولانيه من غير ما نشتغلها والخيط قدامنا، ده في الوش. وفي الظهر نفس الكلام، هنسحبها والخيط قدامنا، وبعد كده يعني نشتغل غرز عاديه. يعني هوريكم هنا في الوش بتاعنا هنسحب اول غرزه والخيط قدامنا، وبعد كده نشتغل كله صفوف عدله والخيط ورانا. لما نيجي نشتغل الظهر وهوريكم هتبقى فيها حته يعني سخيفه شويه، اللي هي ايه؟ هنسحب اول غرزه والخيط قدامنا، وبعد كده نرجع الخيط ورا عشان نشتغل غرزه عدله، وبعد كده نقدم الخيط قدامنا عشان نشتغل كل الصفوف المقلوبه بتاعتنا اللي هو الغرز المقلوبه، وبعد كده نشتغل غرزتين العدلين في الاخر. تمام؟ يعني الغرزه اللي احنا هنسحبها دي كانها غرزه عدله في الظهر. تمام؟ احنا المفروض عارفين ان في غرزتين عدلين هنشتغلهم هنا وعدلين هنا، والباقي كله مقلوب. نبدا مع بعض ونشتغل مع بعض خطوه خطوه. لو انتي لسه مبتدئه يا ريت تتعلمي الاول ازاي تعملي غرزه عدله وغرزه مقلوبه، وانا الفيديوهات دي كلها حطاها تحت في الديسكربشن بوكس، سواء كانت ماسكه الخيط بالايد اليمين او بالايد الشمال، بالطريقه اللي انتي تفضليها. انا هستخدم عادي ابر دائريه، بس انتي مش شرط انتي تستخدمي ابره مستقيمه عاديه، انا بس بفضل استخدام الابر الدائريه. كده انا هشتغل التكرار بتاعي وهحضر الستيتش ماركر اللي انا هستخدمهم. تمام؟ اول غرزه اهي في السطر البدايه، مش هتبقى باين قوي ان الخيط قدامك، هيبقى كانه وراكي، بس برضو حطيه قدامك مش هتفرق. هنقوم عاملين ايه؟ هنسحب الغرزه دي، شايفين انا دخلت جواها اهو، كاني هعملها مقلوبه والخيط اهو قدامي، شايفين؟ وهقوم مخرجاها. هعمل ايه دلوقتي؟ اهو الخيط قدامي، هقوم مرجعه الخيط بتاعي لورا، ما ترجعوش عكس الاتجاه، يعني انا رجعته كده، شايفين؟ هرجعه في الاتجاه ده مش الاتجاه العكسي. في ناس بتقوم ماسكاه كده انت هتقلبي الصف بتاعك، ما تعمليش كده، لا، شايفين كده؟ نضيقها، نحط الخيط الناحيه دي ونقوم شغالين. احنا قلنا انا سحبت الغرزه دي كانها غرزه عدله، والغرزه اللي بعدها وكل الصف ده هنشتغله غرزه عدله، وده هيبقى الصف الاول من ال4 صفوف اللي احنا هنعملهم. هندخلها في اللوب الامامي اهو، وناخد الخيط ونقوم شغالين ونكمل. هكمل لحد ما يبقى عندي 12 غرزه من الصف ده، يعني مثلا 12 بلس الاثنين دول هيبقوا 14 غرزه، عشان هحط ستيتش ماركر يفصل لي ما بين التكرارين. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده هيبقوا ال14 غرزة بتوعي، وهحط هنا الستيتش ماركر. ممكن برضو تحطي في الاول خالص هنا ستيتش ماركر عشان تفصلي الكيبلز كله لو هتتلخبطي من الجزء ده. ممكن اهو ستيتش ماركر تانية ونحطها هنا، ونكمل التكرار بتاعنا ال12 دول، وهنكمل لحد اخر صف، ونحط هنا ستيتش ماركر ونتقابل عند الظهر. انا خلاص خلصت ال12 غرزه، اتبقى الاثنين دول، هحط هنا ستيتش ماركر واكمل الغرزتين دول عدلين عاديين، لان احنا قلنا الصف الاول كله هيبقى الوش كله عباره عن غرز عدله، ما عدا اول غرزه هنسحبها من غير ما نشتغلها والخيط قدامنا عشان نعمل الايدج. تمام؟ فهو ده الشكل بتاعنا بتاع الوش. هتلاقي هنا ستيتش ماركر وهنا وهنا، ادي التكرار الاول، ادي التكرار الثاني، وادي الغرزتين العدلين اللي هم من على الوش. في حاجه نسيت اقولها لكم، الخيط اللي انا مستخدماه
هو ده ماركته. الخيط ده تخين قوي. الابره اللي المفروض احتاجها 9 مللي، انا مستخدمه هنا ابره 6 عشان انا عارفه نفسي ان انا يعني الغرز بتاعتي دايما بتبقى واسعه، فبنزل في الابره في مقاس الابره. لكن انتي استخدمي زي ما هما قايلين لك 9 عشان تحصلي على الشكل ده. لازم تستخدمي خيط تخين او تستخدمي فتلتين. لكن لو استخدمتي خيط رفيع هتلاقي ايه يعني شكل القرش ده هتلاقيه صغنن شويه. تمام. وهتلاقي عشان تقدري تحصلي على قطعه بالحجم ده يعني هتكرريها مثلا 4 مرات على الاقل. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقوم لافين على الظهر. هنعمل ايه؟ اول غرزه هسحبها من غير ما اشتغلها والخيط قدامي اهو، شايفين الخيط قدامي، هقوم واخده الغرزه واقوم مخرجاها. تاني غرزه هي المفروض غرزه عدله، فاقوم مرجعه الخيط لورا واقوم شغلاها غرزه عدله. هنقل الستitch ماركر بتاعتي واشتغل بقيه الصف كله لحد تاني ستitch ماركر هنا غرز عدله، غرز مقلوبه قصدي. وده هيبقى الظهر بتاعنا اللي هو الصف التاني. هقابلكوا عند الستitch ماركر التاني اللي احنا حاطينه. كده انا خلاص وصلت عند تاني ستitch ماركر وعملت كل الغرز دي غرز مقلوبه. انا بس هغير الستitch ماركر عشان يبقوا ماشيين مع بعض، اصفر 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 وسير الاخضر ده، ما علينا يعني تجاهلوا اللي انا عملته دلوقتي. المهم دلوقتي هعمل ايه؟ هقوم شغلاهم، هرجع الخيط لورا واشتغل الاتنين دول غرز عدله زي ما قلت لكم. اول غرزتين واخر غرزتين هيشتغلوا غرز عدله. كده انا خلصت الظهر بتاعي. تمام. دي اسمها صفوف عاديه، انا مسميها صفوف عاديه عشان لما اجي اقولها لكم في المصطلح تبقوا فاهميني. كده انا عملت ايه؟ خلصت صفين بس من الصفوف العاديه اللي هي الوش كله غرز عدله، والظهر هيبقى اول غرزتين بس عدله واخر غرزتين عدله والباقي كله غرز مقلوبه اللي هي في النص. لو انت عايزه تعملي الاتش زي ما قلت لكم في الوش او في الظهر هنسحب الغرزه كانها مقلوبه، هندخلها كانها مقلوبه والخيط قدامنا ونسحبها من غير ما نشتغلها لو انت عايزه تعملي الاتش كده. مهم هنكرر اللي احنا عملنا ده تاني، يعني ممكن تبداي من اول الجزء ده في الفيديو وتعيديه تاني معايا، وهنكرره تاني. هنعمل مره وش ومره ظهر بنفس الطريقه، وهنتقابل عند وش القطعه بتاعتنا عشان نعمل اول صف من النقشه اللي هي عباره عن 5 صفوف. كده انتوا خلصتوا، المفروض خلصتوا ال4 صفوف عباره عن وش ظهر وش ظهر من الصفوف العاديه. تمام. هنبدا دلوقتي اول صف من ال5 صفوف بتوع النقشه. تمام. اول غرزه عندي اهي هنشتغلها يعني هنخرجها من غير ما نشتغلها والخيط قدامنا زي ما احنا متعودين اهو. هندخلها كده ده كانها غرزه مقلوبه واقوم اخرجها. اعمل ايه دلوقتي؟ هرجع الخيط لورا لان كل الصف ده هيبقى عباره عن غرز عدله. همسك الخيط بتاعي واشتغل اول غرزه عدله وهنقل الستitch ماركر بتاعتي اللي انا حطاها عشان اعلم التكرار بتاعي. دلوقتي بقى هنبدا نعمل الضفيره بتاعتنا في التكرار اللي هو عباره عن 12 غرزه. في الورقه اللي انا عاملاها لو لاحظتوا اهو اول صف اهو، اول 4 غرز هنشتغلهم عباره عن ضفيره خلفيه مكونه من 4 غرز، وهتلاحظوا ان الغرزتين العدلين دول كاني حطيتهم على ابره الضفيره ورجعتها لورا، وهوريكم ازاي. بعد ما نخلصها هنشتغل 4 غرز عدلين وبعد كده هنعمل ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز وهوريكم ازاي. دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل الضفيره الخلفيه. هنقل الاول غرزتين على الستitch ماركر دي اللي انا هستخدمها. تمام. وهقوم قافلاها عشان الغرز بتاعتي ما تقعش، وهقوم رجعيها لورا. بعد كده هشتغل غرزتين من الابره دي الاساسيه والخيط طبعا ورانا لان دي كلها غرز عدله. ادي 1 ادي 2. بعد كده هعمل ايه؟ هاخد الستitch ماركر اللي انا عاملاها وافرد الغرز بتاعتي كده واقوم فاتحاها عشان انا كنت قافلاها عشان الغرز ما تقعش، واقوم مرجعاهم مكانهم. امشي ارجع الغرز بطريقه صحيحه. واقوم عامله ايه دلوقتي؟ اشتغل منهم غرزتين عدلين. كده دي طريقه عمل ازاي تعملي ضفيره خلفيه. بناخد 2 على الستitch ماركر بتاعتنا. اوكي، عايزه تقفليها اقفليها او ممكن تاخديها على ابره دبل بوينتد زي دي او ابره الكيبلز اللي هي ابره الضفيره، بس انا ما عنديش واحده. ونرجعها لورا ونشتغل غرزتين من الابره الاساسيه وبعد كده نرجعهم تاني على الابره ونقوم شغالينهم. نقرا بقى احنا عملنا ايه دلوقتي. عملنا خلاص الضفيره الخلفيه. بعد كده هنشتغل 4 غرز عدلين.
1 2 3 4. بعد كده هنعمل ضفيرة امامية، نفس الكلام. هقوم واخده دي واقوم واخده اول غرزتين واقفلهم كده عشان ما يقعوش، واقوم مخرجاهم من الابره واحطهم امامي. شايفين؟ دي اسمها ضفيره اماميه. اول غرزتين اهم حطيتهم قدام، شايفين النقط دي معناه ان انا حطيتهم قدامي. شايفين النقط التانية دي كاني مش محطوط عليها نقط، اول اتنين معناه ان انا حطيتهم ورايا. لو عايزين الورقه دي ممكن يعني اسيبها لكم كده فتره عشان تعرفوا تنقلوها، هحطها لكم في الاخر. اوكي، انا كده خلاص حطيت الغرزتين بتوعي قدام. هشتغل الغرزتين التانيين واقوم فكه الستيتش ماركر وارجعهم تاني على الابره الاساسيه واقوم شغليهم. طبعا الاجزاء دي هتبقى ضيقه مفيش مشاكل، حاولي تشتغليهم عادي يعني اهو كده. انا خلصت اول صف في التكرار بتاعي. هعيدها تاني، هنقل الستيتش ماركر عشان انا عامله تكرارين واكمل اللي انا عملته مره كمان. هوريكم ازاي اهو عشان ما تنسيش. خلي الورقه قدامك. ضفيره خلفيه، هنعمل المره دي الضفيره الخلفيه بالابره دي مع اني مش بحبها بس عشان اوريها لكم. ادي 1 ادي 2، هي عشان هي طويله شويه، وهقوم مرجعيها لورا. تمام، اهي همسكها بصباع ورا كده واشتغل الضفيرتين التانيين اللي هو قصدي الغرزتين التانيين من على الابره الاساسيه. وبعد كده اقوم مرجعيهم، لا اما حاجه من الاثنين، لا اما ارجعهم على الابره دي لا اما اشتغلهم منها، وانا هشتغلهم منها عشان اخلص يعني. تمام، هي مش باينه اهو. تجاهلي بقى الابره دي دلوقتي ونشتغل من الاثنين دول اللي ورا. نضيقهم كده عشان هي ضيقه قوي. دي 1 ادي 2، عشان كده مش بحبها. التانية بالنسبه لي اسهل. كده انا خلصت الضفيره الخلفيه. هنشتغل 4 غرز عدله. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. بعد كده هنعمل ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز. استخدم بقى دي، هاخد الاتنين دول وتقفليها عشان ما تقعش منك، تحطيها قدامك عشان هي ضفيره اماميه. ونقوم شغالين دول من الابره الاساسيه غرزتين. بعد كده افتحها وارجعهم مكانهم واقوم شغليهم. كده انا خلصت التكرار بتاعي التاني. هنقل الستيتش ماركر واشتغل عادي. دول عباره عن غرز عدله زي ما قلنا في الاول. كده انا خلصت اول صف من اهي من الصفوف بتاعه النقشه بتاعتي اللي هي عباره عن ضفيره خلفيه مكونه من 4 غرز. هاخد 2 غرزه واحطهم على ابره كيبل، ابره ضفيره يعني، واحطهم ورا واشتغل الاثنين التانيين من الغرزه الاساسيه من الابره الاساسيه. وبعد كده ارجعهم تاني واشتغلهم. بعد كده اشتغل 4 غرزه عدله. وبعد كده اشتغل ضفيره اماميه وقلت لكم ازاي تعملوها. كده احنا خلصنا دي. شايفين انا فين هنا؟ انا على الوش. انا اشتغلت الغرزه دي على الوش طبعا اهي، انا كاتبه لكم هنا على الوش. يبقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل 3 صفوف. اول صف هيبقى صف ظهر، تاني صف وش، بعد كده ظهر، ونرجع على الوش تاني علشان نعمل اخر صف من النقشه. صف الظهر وصف الوش والظهر اللي هما ال3 صفوف اللي في النص دول هيبقوا عباره عن صفوف عاديه. فهمتكم يعني ايه صفوف عاديه؟ هلف كده واوريها لكم. صفوف عاديه معناها ان احنا هنشتغل عادي. الغرزتين دول هيبقى غرز عدله ودي عدله، والباقي كله غرز مقلوبه ما بين الستيتش ماركر اهي. اللي ما بين الستيتش ماركر هيبقى غرز مقلوبه والباقي غرز عاديه. لو انت عامله الايدج معايا يبقى هنعمله بالاسلوب ده. هناخد اول غرزه والخيط اهو قدامنا وهنقوم داخلينها كاننا هنعملها مقلوبه ونقوم سحبينها. بعد كده هرجع الخيط في الاتجاه ده واقوم ماسكاه واشتغل الغرزه الثانيه دي كانها غرزه عدله، اشتغلها غرزه عدله عاديه. تمام، انقل الستيتش ماركر بتاعتي واشتغل كل الغرز دي غرز مقلوبه. ما تنسيش تقدمي الخيط قدامك، يعني لازم تحطي كده الخيط قدامك وتقومي شغلاها غرز مقلوبه. تمام، وهنكمل الغرز المقلوبه دي لحد ما نوصل للستيتش ماركر اللي هي الاخيره دي ونشتغل الغرزتين دول غرزتين عدلين.
هنكمل الظهر بتاعنا. بعد ما نخلصه هنشتغل برضو صفوف عادية اللي هي عبارة عن صف وش وصف ظهر زي ده كمان. يعني نشتغل صف وش اللي هو كله غرز عدلة، واول غرزة بس هنسحبها من غير ما نشتغلها والخيط قدامنا. والظهر هنعمل نفس النظام، هنشتغل غرزتين عدلين، غرز مقلوبة، غرزتين عدلين. يبقى هنكمل ال3 صفوف بتوعنا ونرجع تاني عشان نعمل الصف الخامس من الضفيرة. تمام، صفوف عادية جدا. كده انا خلاص خلصت ال3 صفوف بتوعي اللي هو صف ظهر، صف وش، صف ظهر. وانا دلوقتي واقفه عند الوش عشان هبدا الصف الخامس من الضفيره. تمام، بص بقى الصف الخامس معمول ازاي. الصف الخامس بتاعنا عباره عن غرزتين عدلين، بعد كده ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز، بعد كده ضفيره خلفيه مكونه من 4 غرز، بعد كده غرزتين عدلين. نبدا. اول غرزه هسحبها من غير ما اشتغلها زي ما احنا متعودين. بعد كده هرجع الخيط لورا عشان اشتغل كل غرز عدله. هشتغل دي غرزه عدله، هنقل الستitch ماركر بتاعتي واشوف كده عشان امشي مع الباترن. هنعمل غرزتين عدلين، ادي 1 ادي 2. ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز، بعد كده ضفيره اماميه مكونه من 4 غرز. هاخد الستitch ماركر انقل الاتنين دول واقفلها واشوف بقى هي ايه ضفيره اماميه، يبقى هحطهم قدامي واشتغل غرزتين لان هما 4، ادي 1 2 3 4، يبقى هشتغل 2 من الابره، 1 2، وهقوم واخده دي افتحها وارجعها مكانها على الابره واقوم شغلاها غرز عدله. اوكي كده خلصت اول خطوه. نشوف بقى بعد كده ايه اللي باقيلي. دي ضفيره اماميه، بعد كده هنعمل ضفيره خلفيه وراها على طول. هناخد الابره بتاعتنا اللي هي الستitch ماركر وناخد غرزتين هقفلهم، اسمها ضفيره خلفيه، يبقى هرجعها ورا وهشتغل. الحته دي هتبقى ضيقه شويه معاكي، ما تضايقهاش، يعني شايفين انا موسعه الابره، مش مضيقه الغرز، انا بوسع. انا اصلا من طبيعتي بحب اوسع الغرز بتاعتي، محبش اشد الغرز. واقوم واخداها فرداها كده يعني صح، يعني ما احطهاش كده، ما احطهاش مقلوبه، احطها مفروده اهي. افتحها وارجعها مكانها على الابره واقوم شغلاها. شايفين هتبقى ضيقه ازاي؟ عادي جدا، عشان كمان الابره بتاعتي والخيط بتاعي تخين. لو انت عندك خيط ارفع من كده هتلاقيها اسهل من كده. كده خلصت الضفيره الخلفيه. ناقص لي ايه؟ غرزتين عدلين، غرزتين عدلين. كده انا خلصت التكرار بتاع الخامس. هنقل الستitch ماركر واعيد اللي انا عملته ده تاني، اعيده تاني. اوكي هنقله. الستitch ماركر حتى بتعرفك ان انتي عملتي صح. شايفين انا اشتغلت 12 غرزه وما بقاش ولا غرزه، يبقى كده انا تمام، وصلت للستitch ماركر بتاعتي. هنعيد تاني غرزتين عدلين، 1 2. ضفيره اماميه، هاخد الستitch ماركر بتاعتي واحطها في الاتنين دول واقفلها واحطهم قدامي عشان هما الاماميين، واشتغل 2 من على الغرزه. افردها بس كده، اشد الخيط، هشتغل 2 امامي من على الابره، ادي 1 ادي 2. بعد كده هفرد دي كده واحطها على، خدي بالك اوعوا تحطوهم كده، حطوهم كده، افردي الابر افردي الغرز تبقى سليمه ونحطها صح ونقوم حاطينها كده. انا اشتغلت الضفيره الاماميه، عشان بس ما تنسيش نقعد نبص شويه. انا دلوقتي في الضفيره الاماميه، هخش دلوقتي على الضفيره الخلفيه وراها على طول. هقوم حاطه الاتنين دول على الستitch ماركر بتوعي واقفلهم عشان الغرز ما تضيعش. ضفيره خلفيه معناها ان انا هرجعها لورا. اوكي انا شايفين مش مضايقاني خالص، راجعه لورا ومقفوله ومش خايفه عليها وهي محطوطه. هقوم شغاله 2 من على الابره واقوم ماسكاها عدلاها عدلتها الصح اهي تمام، وهقوم فتحاها وارجعها تاني على الابره. اوكي بعد كده اشتغل الاتنين دي غرز عدله، ادي 1. طبعا هي ضيقه قوي بس ده الطبيعي على فكره.
خلصت الضفيره. هعمل ايه دلوقتي؟ هبص على الباترن، ناقص لي غرزتين عدلين، ادي 1 ادي 2. هنكون وصلنا للستitch ماركر، يبقى انا كده عملت صح. انت بقى كملي التكرار بتاعك، شوفي انت عامله كام مره. انا عامله 2 بس. لو انت عامله خيط ارفع من ده ممكن تعملي عشان تحصلي على نفس العرض تعمليها 4 5 مرات. اخر غرزتين مش مرسومين هنا طبعا، انا مش راسمه اول غرزتين ولا اخر غرزتين، انا راسمه بس التكرار بتاعي اللي هو عباره عن 12 غرزه، التكرار بتاع النقشه. تمام؟ يعني انت لو هتعملي طاقيه زي ما قلت لكم هتكرروا ال 12 التكرار ده 5 مرات بس، مش هتعملوا الغرزتين دول. انا عاملاهم مالهمش دعوه بالضفيره، مالهمش دعوه بالنقشه بتاعتنا، انا عاملاهم بس عشان يعملوا لي ايدج في الكوفيه بتاعتي لما اجي اطولها. تمام؟ اخر غرزتين اللي انا عاملاهم دول قلت لكم عليهم دلوقتي هتبقوا غرزتين عدلين زي ما قلنا، غرزتين عدلين من الوش او من الظهر. كده انا خلاص خلصت النقشه بتاعتي، خلصت ال5 صفوف ونهيت على الوش. بدات الضفيره بتاعتي من الوش ونهيتها على الوش، 5 صفوف، وش ظهر وش ظهر وش. تمام؟ عشان نكمل بقى الطول اللي احنا عايزينه هنعمل ايه؟ هنعمل 3 صفوف، صف ظهر صف وش صف ظهر، ونرجع تاني للوش عشان نبدا ال5 صفوف بتوعنا، وهكذا. عشان ننهي خلاص الكوفيه وصلنا للطول اللي احنا عايزينه هنشتغل 4 صفوف عاديه. تمام؟ هنشتغل 4 صفوف عاديه. بعد ما نخلص ال4 صفوف زي ما احنا بدأناهم في الاول هنقوم قافلين الغرز بتاعتنا. عشان تقفلي الغرز بتاعتك في فيديو تحت في الديسكريبشن بوكس بتاع تقفيل الغرز، استخدميه هنا، مش عادي، هو سهل جدا، الموضوع بسيط. بنشتغل غرزه غرزتين وبعد كده نسحب واحده من الثانيه. الفيديو بتاعك في الديسكريبشن بوكس يا ريت تبصوا عليه. الورقه دي مفيده قوي لو انت مثلا كملتي الموضوع ده كفايه وحسيتي ان انت اتلخبطتي ومش عارفه انت في انهي صف. انا كل اللي بعمله اني بحط في طرق كتير، دي الطريقه اللي انا بستخدمها في ال5 صفوف دول. بعمل ايه؟ انا خلاص الصف ده بحط جنبيه شرطه، وهكذا كل صف بخلص بحط جنبيه شرطه. فانا مثلا قلت عملت حاجه وبصيت كده على الشروط اللي انا حطيتها، لقيت نفسي حاطه هنا شرطتين وهنا شرطتين وبقيه الصفوف كلها حاطه شرطه واحده بس. ده معناه ايه؟ ده انا عمل ان انا ناقص لي الصف من اول الصف الثالث اشتغله. فاهمين قصدي؟ يعني ايه؟ هوريكم. هحط مثلا شرطه هنا انا اشتغلتها، وهنا اشتغلتها، ودي اشتغلتها، ودي اشتغلتها، وهكذا، يعني العدد اللي انت حاطاه. بعد كده اشتغلت واحده من هنا وواحده من هنا. هرجع تاني بعد ما عملت اي حاجه بقى واجل الشغل بتاع اليوم تاني، هرجع اشوف انا بقى كنت فين، انا بقيت فين، لان هنا شكلها هتحسي انت مش عارفه انت بداتي فين ووصلتي لفين. تعملي ايه؟ هتيجي تبصي للشكل بتاعك هتلاقي نفسك عامله هنا 2 ودول كلهم 1، يبقى معناه ان انا في الصف الثالث، المفروض هبدا الصف الثالث بتاعي. ده اللي انا بعمله عن نفسي، يعني شوفوا اللي انتوا يحكوا. في طرق كتير قوي ممكن تكتبي انت في الصف الكام، بس انا بفضل الطريقه دي، يعني هتلاقي عندك خطوط كتير قوي. المهم ممكن لو انتوا عايزين احط لكم الورقه دي اصورها لكم واحطها لكم في الديسكريبشن بوكس، بحيث الناس اللي بتحب تشتغل من الباترن تبقى بالنسبه لها الموضوع سهل.